بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رائد اختصاصي اجتماعي محمد مصطفى عبد الدائم مستشفى عطبر العسكري. برنامج الفحص الطوعي والإرشاد النفسي لمرضى الإيدز ولاية نهر النيل، وأعمل كمنسق للبرنامج العالمي للأمراض المستعصية وأمراض المناعة والسرطان. حضر إلينا مريض يحمل فيروس الإيدز، وبعد إجراء الفحوصات التأكيدية اتضح بأنه يحمل فيروس الإيدز بنوعيه HIV-1 و HIV-2. قام المريض بمقابلة الدكتور راشد، والذي أعطاه علاج للإيدز مكون من الأعشاب الآمنة والفعالة إكلينيكيا في علاج مرضى الإيدز. وبعد 21 يوم تم إعادة الفحوصات للمريض، حيث اتضح خلو المريض من فيروس الإيدز بنوعيه بنسبة 100%. بذلك نعلن شفاء المريض التام من مرض الإيدز بنوعيه، لتكون بذلك أول حالة شفاء لمرضى الإيدز على مستوى العالم. وحاليا بدأنا في برنامج ضخم لعلاج مرضى الإيدز لمرضى من داخل وخارج السودان، وكما بدأنا في إجراءات الحصول على براءة الاختراع العالمية في علاج مرضى الإيدز باسم دكتور راشد خضر المبارك، الباحث في الصيدلة الإكلينيكية وعلاج الأمراض المستعصية وأمراض المناعة والسرطان. وهذا الاختراع سوف يتم نشره في المجلات والدوريات العلمية والعالمية مع البحوث والأوراق العلمية المصاحبة له، إضافة إلى نشره بالتنسيق مع المنظمات الأممية المهتمة بمرض الإيدز على مستوى العالم بإذن الله.